مش كل من رص الصواني قال على نفسه حلواني. تعالوا النهارده بقى أعمل معاكم صنف جديد يشرفك قدام ضيوفك في رمضان. بجد يا جماعة خطير. لو عندك لفة جلاش هتعملي الحلو القمر ده اللي هيخليكي كده رافعة راسك على سفرتك في رمضان لو عندك ضيوف. بصوا الجمال والطعامة. صنف جديد كده من الحلويات وطعمه تحفة جدا وشكله زي ما انتم شايفين بيتكلم عن نفسه. ايه رأيكم في الجمال والطعامة دي؟ بجد يا جماعة تحفة. عايزاكم تعملوا لايك وشير كتير للفيديو ده، ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة كده معايا لفة من الجلاش نص كيلو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بجيبها وأقسمها نصين. تمام. باخد كل نص بقى عملته، يعني أنا قسمت لفة الجلاش نصين وباخد ورقة ورقة من كل نص أنا عملته وبدهنه بالسمنة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وكل ما أطبق أدهنه بالسمنة. أنا عايزة أعمل شكل المثلث التقليدي عادي خالص زي ما بنعمله كده كأننا هنعمل سمبوسك. شايفين واحدة رايحة وواحدة جاية، إيدك هتجري فيه مع الشغل يعني. وأنتِ شغالة كده هتلاقي إيدِك جريت فيه. بعد كده باجيب المقص وأقص الطرف اللي من فوق ده وافتحه كده واعمله زي الكورنيه. بصوا كده بالشكل ده أهو شايفين؟ بعد كده بقى بارصه على صينية بالشكل ده ما تكونش مدهونة ولا أي حاجة، إحنا لسه هنحط سمنة كمان. هاعمل معاكم واحدة كمان. أدي نص الورقة زي ما أنتم شايفين، باحط شوية من السمنة أو الزبدة براحتك وأطبق بالشكل ده، وبرضه أحط سمنة وابتدي ألفها كأني باعمل سمبوسك بالضبط. شايفين سهلة خالص وبسيطة وما فيهاش أي حاجة. آخر حاجة بس كده عشان تلزق معايا بادهنها برضه، وآخد المثلث ده من فوق أدّي له قصّة كده بالشكل ده، وبعد كده بافتحه من جوّه أعمله شبه الكورنيه عشان أقدر أحشيه. شايفين؟ بس كده باخلّص الكمية بالشكل ده. لفة الجلاش عملت لي الكمية دي زي ما أنتم شايفين. بعد كده بادهن بقى الوش بالسمنة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، وباكون محضّرة ورق زبدة عاملاه على شكل كرات بالشكل ده كده كِوَر، وأحط من جوّه كده زي ما أنتم شايفين عشان لمّا تيجي تستوي الكورنيه بتاعي ما يتقفلش، يفضل إيه مفتوح. وبعد ما بيخرج من الفرن باشيل ورق الزبدة ده من جوّه الكورنيه ده عادي وأدّي له بقى إيه الشربات. تمام. الشربات عملته تقيل بارد، يعني كوبايتين سكر، كوباية من المَيّة، وعصير نُص ليمونة واسيبه يبرد خالص. وبعد كده أسقي بيه بقى الكورنيهات بتاعتي اللي عملتها بالشكل ده. أسيبها بقى تتشرب وترتاح ونروح نعمل الكريمة. الكريمة عبارة عن إيه؟ معايا كوبايتين من الحليب، باضيف 3 معالق كبار من السكر، وباضيف معلقتين من الكاسترد ومعلقة من النشا. تمام كده؟ الكلام ده كله بقى باقلّبه على البارد عشان كله بقى يدوب مع بعضه، وبعد كده بارفعه على النار. أول بقى ما يبتدي يغلي معايا بقى ويعمل فقاقيع كده، باسيب الكريمة تبرد خالص. طبعًا أنا باطفّي عليها، هي مش هتبقى محتاجة منّي أي حاجة تانية خالص. باطفّي عليها واسيبها تبرد خالص، وبعد كده باحطها في كيس حلواني بعد ما بتبرد. طبعًا غطّي وشّها كده بكيس بلاستيك عشان ما تنشفش. بعد ما يتشرّب بقى الشربات والكريمة تبرد زي ما أنتم شايفين بقى حشيت بالشكل ده، وابتدي أرُش بقى من الفستق الكدّاب. الناس كتيرة أوي بتقول لي: "إحنا ليه نعمل فستق كدّاب؟ ما هو طعمه سوداني في الآخر." هو هيبقى طعمه سوداني في الآخر، بس شكله شكل الفستق، يعني مدّي شكل حلو كده للحلويات بتاعتنا. تمام. طبعًا واللي في إمكانياته يشتري فستق أو يحط مكسرات براحته خالص زي ما هو حابب. بُصّوا بقى الشكل في الآخر عامل إزاي، ولفة الجلاش عملت لي كمية محترمة زي ما أنتم شايفين. يعني لو عندِك عزومة هيشرّفِك قدّام ضيوفِك وهيرفع راسِك. شايفين الجمال؟ بجد خطير يا جماعة مهما أقول لكم. قرمش كده من برّه والكريمة طعمها خطير كده، وهو تحفة جدًا. تحسّوا إن أنتم عاملين حاجة واو صعبة وهو بسيط وسهل زي ما أنتم شُفتوا معايا كده. بُصّوا بقى عايزة أورّيكم القرمشة. بُصّوا بيعمل إزاي، بيقرمش كده وطعمه حلو جدًا. اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.